الموت هذه واحد الكلمة غامضة، حتى شي واحد ما يقدر يقول لك ويجزم لك شنو كاين من مور الموت. كاين الناس اللي عاشوا شي تجارب ديال الاقتراب من الموت ورجعوا وقالوا لنا شي حوايج، ولكن كتبقى هذيك غير الاراء ديالهم الخاصة، ممكن تيقوها وممكن لا. سميتي نصيرة، وقصتي مع الموت بدات من الصغر، حيت الوالدة ديالي كانت مغسلة اموات هي والجدة ديالي. كنت من صغري كنتسائل واش ما كيخافوش وهما كيغسلوا الموتى. جدة كانت واحد المرأة اللي حكيمة وعارفة بينها وبين الله، ديما كتلقى شادة القرآن والصلاة في وقتها، عكس الوالدة ديالي اللي كانت خفيفة شوية. كنت عايشة معاهم غير بجوج بيهم، حيت الوالد ديالي طلق الوالدة ملي كنت يلاه تزاديت. من صغري وانا مختلفة على البنات، ما كانش عندي الوقت باش نلعب ولا باش نخرج للزنقة، كنت كنحس براسي كبيرة ومختلفة. الوالدة وجدة كانوا تقريبا كيخدموا 2 حتى ل3 المرات في السيمانة. جدة كانت كتاخد غير شي بركة قليلة، غير بحال الفتوح، والوالدة كانت ديما كتغوت وكتقول لي علاش ما كتاخديش الفلوس. كانت كتقول داكشي قدام دار الميتين حتى كيبداو الناس يعطيوها. كانوا ديما مصادعين بيناتهم، كتقول لها الوالدة هادي راه خدمتنا وخصنا نتخلصوا عليها، على حنا باش غنعيشوا. جدة غير كتسكت وما كتلقى ما تقول، حيت كانت كتعتبر هادشي اللي كدير غير خير وصافي. كتقول لي ديما كندير هادشي في سبيل الله، ما كنبغيش ناخد الفلوس. وبالفعل كانت واحد المرة اللي بالبركة ديالها ما عمر ما نقصنا الخير في الدار، وحتى البسطام ديالها كان ديما عامر. الوالدة كانت مهووسة بشي حاجة سميتها السحر والشعوذة، وانا ما وعيت على هادشي حتى وصلت ل15 عام. وليت كنشوف شي عيالات كيجيو لعندها وكيسرحوا لها الكارطة في الدار. بطبيعة الحال هادشي كديرو بلا خبار جدة، حيت الا ساقت لها الخبار تقدر تجري عليها من الدار. جدة كانت مرا معقولة وما عندهاش مع هادشي. غتسولوني علاش الوالدة كانت كدير هادشي؟ كديرو على قبل الوالد، باغا تنتقم منه حيت مشى وخلانا. ما كانتش فاهمه بلي هادشي غيجبد علينا غير الصداع. كل مره كتجي وحده وكتقول لها كلام بشكل، كاين اللي كتقول لها بلي مشى برا البلاد وبلي غيرجع ليها، وكاين اللي كتقول لها بلي مزوج وعنده الدراري. المهم كياخذوا لها فلوسها وينصبوا عليها. انا ما كنتش كنقدر نهضر ولا نقول لها علاش كديري هادشي. كتبقى تحلف عليا وكتقول لي عندك شي مره تقولي قدام جداك هادشي اولا تجبدي الهضره. واخا كانت حياتنا بسيطه كنا عايشين بخير، ما عمرنا ما بتنا بالجوع ولا نقصاتنا شي حاجه. حتى الحولي ديال العيد ما كنعرفوا داك الخير منين كيجي، وكنشريو احسن حولي. دازو ليام وصلت ل17 عام، وفي ديك الفتره مرضات جدة بزاف. كانت واخا هكا كتكابر وكتمشي تغسل الموتى، ولكن في الاخر عيات ولات شاده الفراش وما قادراش تنوض. كانت كترغب الوالده باش تولي تمشي بوحدها تغسل الموتى، ولكن الوالده كانت كتعجز وما كتقدرش تمشي بوحدها. واحد النهار قالت لي غتولي انتي تمشي معايا. قلت لها انا ما كنعرفش لداك الشيء وزيدو راه كنخاف. جده بقات كترغب فيا باش نمشي معاها وما لقيت ما نقول. قالت لي زيدي قدامي انا غنعلمك كل شيء. مشيت معاها. ما عمرني غنسى داك الاحساس اللي جاني اول مره غنشوف مرا ميته قدامي. كنت كلي كنترعد، والوالده كتقول لي زعمي وزيدي تحركي قدامي. شوفي معايا كيفاش كندير، تعلمي، راه جداك دابا شاده الفراش وانتي اللي معوله عليها. الوالده كتغسل المراه وكتوضي فيها، وانا كنشوفها كيفاش كدير. كنت كنسمع الغوات ديال الناس اللي كيبكيو على برا، وداك الشي زيرني وطيح لي الغمه على قلبي، وما عجبنيش داك الجو نهائيا. ولكن كنت مضطره انني نبقى نجيب على الوالده. سالينا التغسيل ودرنا لها كاع داكشي اللي خاصو يدار. من بعد خرجنا. الاهل ديال ديك الميتة عطاو الوالده واحد المبلغ، ما بغيتش نقول شحال. الوالده بقات واقفه وكتشوف فيهم، وانا كنتسناها تزيد باش نخرجوا بحالنا. قالت لهم سمحوا لي ولكن انا كنتخلص بكثر من هذا الشيء. انا في ديك اللحظه تمنيت الارض تشق ونتخشى فيها. ما رضيتش قدام الناس، خرجت وخليتها مورايا. بقات واقفه عليهم حتى زادوها الفلوس عاد خرجات. غاديين في الطريق وكتقول لي عندك تقولي لجدك باللي تخلصت. قلت لها صافي الوالده كوني هانيه. رجعنا للدار وكلنا جدة مسكينه حيت كانت عيانه وما كانتش كتقدر تنوض. كنت كنجلس حداها وتبقى تسولني وكتقول لي كيف داز نهاركم
وشنو دارت امك؟ كنقول لها حكا بلي ما تخلصاتش وخدات غير شي حاجه قليله وصافي. جده كانت قالت لي بلي هادشي معطي لها من الصغر. واحد المره وهي ناعسه حلمات بواحد المراه جات لعندها وعلماتها كيفاش تغسل الموتى، ومن تما ولات جده كتغسل ولات معروفه بداكشي في المدينه كامله، ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. المهم انا في ديك الفتره كملت مع الوالده في الخدمه ديالها، اما جده كانت مازال طريحه الفراش. نسيت ما نقول لكم بلي انا ما كملتش قرايتي وخرجت من السانكيام. واحد المره حسيت بالوالده باغا دير لي اي سبه باش تخرجني من الدار، ما عرفت شنو كانت باغا دير. المهم سخراتني للسوق، واخا انا ما موالفاش كنمشي بوحدي. قضيت الغرض ديالي ورجعت بزربه، ومع غنرجع كنسمع صوت زايد عندنا في الدار. طليت بشويه كتبان لي الوالده جالسه وقدامها واحد المراه، وديك المراه باينه شي مشعوذه كبيره، غير من الطريقه اللي كتهضر بها وكتقرع. كتبان لي مشعله واحد المجمر وكتنطق وكتهضر مع الوالده، كتقول لي عطيني التصويره ديالو. الوالده مدات لها شي تصويره، وانا متاكده بلي هذيك التصويره ديال الوالد. بدات كتكتب على ديك التصويره وفي نفس الوقت كتقول شي كلام اللي ما فهمتوش. من بعد دوزاتها فوق المجمر وبدات كتبخرها. في الاخر طوات ديك التصويره من بعد ما كتبات عليها وعطاتها للوالده، وقالت لها شوفي هذه غديريها في شي كموسه ولا شي خرقه، وغادي تخشيها في الكفن مع الميت باش هكا تدفن معاه. قالت لها الوالده صافي كوني هانيه. قالت لها شوفي الا ما تبانش فيه العلامه ويخرج في الزنقه كيدور كيلحمق، راه ما نتسماش انا فلانه. انا تصدمت من هادشي اللي كدير فيه الوالده، ما فهمتش دازت 6 سنين كامله وهي باقا حاقده عليه. اما انا ما كنت عارفه عليه والو، كنت كنشوفه غير في التصاور. قالت لي يا جده بلي كان كيجي عندي ملي كنت صغيره، ولكن ما بقيتش عاقله على وجهه مزيان. ناضت ديك المراه وتمات خارجه، وانا درت براسي يلا داخله باش ما تعيقش بيا. شافت فيا واحد الشوفات كيخلعوا، دوك العينين عندها كان كيخرج منهم الشر. ما قديتش حتى نقول لها السلام، حنيت راسي ودست. الوالده كانت يلاه كتجمع في داكشي، شافتني تصدمات. قالت لي والو، كنت غير كنبخر الدار شويه. عطيتها ديك الصخره اللي جبت ودخلت لعند جده اللي كانت منعساها في البيت وساده عليها. هي مسكينه بقويت معيات ما بقاتش قادره حتى تنوض باش تشوف شنو واقع. الغد ليه كنا جالسين كنتغداو حتى دقوا على الوالده وقالوا لها بلي كاينه واحد المراه ماتت وبغاوها تمشي معاهم باش تغسلها. ديك الجنازه ما كانتش حدانا، كانت بعيده شويه. جا لعندنا السيد بالطوموبيل وغيدينا معاه. الوالده فرحات، وانا كنت فاهمه علاش كدير هادشي، وخا الصراحه بقى فيا الحال وعارفه بلي هادشي حرام، وجده ما عمرها ما كانت ترضى بهادشي. المهم تكيت جده في بلاصتها وغطيتها، جمعت دوك الماعن ومشينا مع داك الراجل. كانوا بعاد علينا تقريبا بشي نص ساعه ديال الطريق. وصلنا ولفت دوك الاجواء وما بقاوش كيجيوني غراب، ولاو كيجيوني عاديين بحكم انني شحال من شهر وانا خدامه مع الوالده. دخلنا قعدت كتقول لي سير جيبي الماء سير جيبي الصابون. المهم كتلاهيني وتبعدني على ديك البلاصه باش هكا دير ما بغات. عاونتها بدينا كنغسلو في ديك الميته وكنكفنوها، وشفتها حتى جبدات ديك الخرقه من الجيب ديالها ودارتها تحت من راسها. قلت لها امي شنو هادشي؟ قالت لي اش غيكون، راه غير شويه د الريحان. قلت لها حرام عليك، بغيتي عند السيده مسكينه، راه ذنوبها غيخرجوا فيك، ما كتحترميش الحرمه د الميت. قالت لي اسكتي انت شنو عارفه؟ ما عارفاش داكشي اللي داز عليا من صغرك وانا هازاك. داك باك اللي مشى وخلاني، مشى مع راساتو كيخسر في الفلوس وكيقصر. بديك انت صغيره ما عقل عليك ولا جاب لك حتى شي حاجه. في ديك اللحظه دخلت واحد المراه من اهل الميت. الوالده حطت داكشي بزربه وقالت لها صافي راه سالينا. انا بقيت غير مصدومه وما عرفت ما نقول، خرجت في حالي وخليتها تماك. تخلصات الوالده وتبعاتني، رجعنا للدار والطريق كامله وانا كنغوت عليها وهي كتقول لي دخلي سوق راسك، هو ياك تقولي لجداك هادشي اللي طرا. من داك النهار حياتنا غتبدل. الوالده استغلات الظروف ديال جده وانها شاده الفراش، ولات كدير ما بغات واتخذات هادشي تجاره. وهادشي غيوقع من بعد ما غتجي عندنا واحد المراه من العائله، حيت الوالده والوالد كانوا تقريبا من نفس العائله. ديك المراه جات غير باش تطلع على جده،
ملي شافتني وهي تجبد الهضره على الوالد، وقالت لهم على ما في خباركمش مسكين شنو طرالو، حيت هما ساكنين في نفس الحومه ديال عائله الوالد. قالت لك بلي واحد الليله خرج كيغوت وهو عريان لابس غير الشورط ديالو، كيغوت بحر جهدو، والجيران كاملين ساقوا ليه الخبار، كيحسابوه غير سكران ولا شي حاجه، ولكن ما عرفوش مالو، ولاو كيدخلوه للدار وكيسدوا عليه. واحد المره قالت لينا بلي بغا يتلاوح ليهم من السطح. شافت في الوالده وقالت لها بصراحه ذنوبك خرجوه فيه، ما عرفاش بلي الوالده سحرات ليه، وماشي اي سحر، السحر اللي دفناتو مع الميت. حدها مشات ديك المرا وهي تعيط الوالده لديك المشعوذه. جات لعندنا عاوتاني قالت لي انا نمشي للكوزينه ونصايب ليهم اتاي. سمعتها وهي كتقول ليها انتي اصلا كتغسلي الموتى، هادشي غيجيك ساهل، كيجيو عندي عيالات لاباس عليهم وكيبغيو اللي يقضي لهم الاغراض والمصالح ديالهم، وغادا تخلصي فلوس صحيحه في هادشي. شحال قدك ما تبقاي تغسلي الموتى ويعطيوك 2 ريال؟ كيف ما سمعتو، الوالده غتولي تاجر في هادشي. دوك الاعمال اللي كدير ديك الشوافه كتديهم الوالده وديرهم مع الكفن ديال الميت، وبعض المرات كتطلب منها باش تجيب ليها شي حوايج من الاثار ديال الميت، بحال مثلا شعرها اولا الصابونه اللي تغسلات بها اولا الوسخ ديالها. تصوروا معايا البشاعه ديال المنظر. واحد المره كنت مع الوالده وشدات الميته وحلت لها فمها، وخدات واحد الحجاب ولا ما نعرف شي ورقه مكتوب فيها شي طلاسم وخشاتها تحت اللسان ديال ديك الميته وعاودات سدات لها فمها. انا ما فهمتش كيفاش قدرت دير هادشي، فهمتش كيفاش ما انبهاش ضميرها ولا ما حساتش بالخوف. ديك الليله انا كامله بيته كنتخلع. اما الوالده ولات عايشه مرتاحه وديما ضاحكه، خصوصا انها ولات كتخلص مزيان، ما بقاتش كتعمر بزاف الدار، وليت انا اللي مقابله جده. اما هي عطيها غير الدوران والحوايج، فيما تبان لها شي حاجه كتشريها وتجيبها للدار. ولات عاد باغا تصغار وباغا تهلا في راسها، بحال داك الانتقام من الوالد اللي كان شاغل لها بالها عاد ارتاحت منه، بحال الا ما كانش مخليها تعيش حياتها. دازو شهورا والوالده كتمارس نفس الخدمه ديالها، ولات كتربح فلوس صحيحه نيت، وما بقاتش كتسوق نهائيا لدوك الفلوس اللي كيعطيوها اهل الميت. واحد النهار كنا جالسين كنتعشاو شويه حتى الوالده هزات راسها فيا وجاو عينيا في عينيها، بقات كتشوف فيا وهي ساهيه، وانا تنقول لها الوالده مالك شنو عندك؟ هي ساهيه وما كدويش، شويه وهي تنوض كتجري وكتغوت وكتقول لي بعدين مني شنو بغيتي عندي؟ عطيني باتساع، يا كنتي ميته علاش تابعاني؟ انا في ديك اللحظه تخلعت، ناضت هي سدات عليها في الطواليط وانا كندق عليها وكنقول لها حلي. كنقرا القران حيت شدتني واحد الترعيده بشكل وتخلعت بزاف. اول مره غنشوف الوالده في داك الحال. بقيت كندفع حتى حليت عليها الباب ديال الطواليط، لقيتها طايحه في الارض وكتركل. عييت ما نحاول نشد فيها وكتدفعني وكتقول لي بعدي مني ما تقربيش ليا. بقيت كنقول لها هادي غير انا بنتك. شحال وانا معها عاد باش تهدنات وديتها لبيتها باش تنعس. انا كنت كنعس حدا جده حيت ديما كتنوض في الليل وكتبغي شي حاجه، وانا اللي كنقدر نوض نجيبها ليها. ضرباتني الفيقه مع ديك 3 وسولت جده واش تبغي تشرب، قالت لي جيبي لي نشرب. مشيت للكوزينه باش نجيب ليها الماء، كتبان لي شي حاجه كتحرك تحت من الكوزينه. تخلعت بزاف وشعلت الضوء بزربه حتى كنلقى الوالده تماك مخشيه تحت البوطاجير. كنقول لها ويلي مالك يا الوالده شنو هادشي دايره في راسك؟ اش هاد الحاله وصلتي ليها؟ هي كترعد بحال الا كانت خايفه ولا مخبيه من شي حاجه. بقيت كنجر فيها باش نخرجها من تماك. شويه بدات كتشوف جهه الباب وكتقول لي هيا داخله لعندي. قولها تبعد مني، سدي عليها الباب ما بغيتش نشوفها. بقيت كنقول لها لا راه ما كاين والو، راه غير انا، راه الوالده راه غير كتخايلي. حطيت يدي على راسها وبديت كنقرا عليها القران، واخا هكا كانت مازال كتغوت. بقيت ما عاوتاني شحال عاد تهدنات. كنت عارفه بلي داكشي اللي كانت كدير هو اللي خرج فيها. انا شحال نصحتها وقلت لها تبعد على ديك المراه، ولكن كتبقى امي وخصني نعاونها. في ديك اليومين ما بقيناش مشينا غسلنا حتى شي وحده. فيما كيجي عندنا شي واحد كنخرج انا لعندو وكنعتذر منه. واحد الصباح مشيت نطلع على الوالده لقيتها مفزقه الفراش. الصراحه بقات فيا بزاف، والحاله اللي وصلت ليها كان وجهها صفر وعينيها زرقين، ما بقاتش مهليه في راسها. بقيت كنقيس فيها وكنقول لها قولي لي يا امي مالكي شنو كتشوفي؟
واش كتشوفي شي حاجه؟ قالت لي راه البارح مع وقيت الفجر جات وقفات عليا واحد بنت من هادوك اللي غسلنا. كنت ما بين النعاس والفياق وشفتها حتى هزات السفود وبدات كضربني به وكتقول لي كيف ما تعديتي عليا غادي نتعدى عليك وغنعذبك. قلت لها على الشيطان امي راك غير كتحلمي. وهي تهز البيجامه وعرات كرشها وتصدمت ملي شفت داك المنظر. كانوا عندها بحال شي نقاطي وشي بقع زرقين. قالت لي راه هي اللي دارت لي هادشي. واش حسابك كنكذب عليك؟ داك النهار خليت الوالده وجدها في الدار وخرجت مشيت لعند ديك السحاره ولا الشوافه حتى لدارها دقيت عليها دخلاتني. عرفاتني بنتها. قلت لها حرام عليك بغيتي عند امي خرجتي عليها شوفي الحاله اللي ولات فيها. قالت لي على مالها انا دبرت لها عير على الخدمه بقات فيا حيت ما كتخلصش مزيان وزايدو راه هي ما كانش كدير داكشي كيف ما كنقول ليها وباش عرفتها ما كتحشمش. قالت لي حتى انا نخدم معاها. قالت لي انت بعدا بنت قاريه واعيه وغتعرفي ديري داكشي اللي كنقول لك. بقيت كنسب فيها وكنعايرها وكنقول لها الله ياخذ فيك الحق. الحومه كامله ساقت لينا الخبار داك النهار. خرجاتني وجرات عليا من الدار. تميت راجعه للدار بانوا لي الناس كاملين مجموعين وكيشوفوا الفوق. هزيت راسي الفوق حتى كتبان لي الوالده مدليه. دخلت كنجري. قالت لي جده راها من الصباح وهي كتغوت سيري شوفي امك مالها. على شويه ما كانت غتلح من السرجم. جريتها في اخر لحظه وقالت لي بغيت نموت بغيت نرتاح راهم كيجيو ليا وكيعذبوني كل ليله. كنت كنحس بدارنا ولات في شكل بحال الا مروحنا. مع كندخل ليها كنحس بقلبي مزير عليا بحال الا معانا شي واحد زايد حنا ما كنشوفوش. اصلا ملي كنعس بالليل وليت كنسمع شي حوايج وكنشوف شي حوايج كيخلعوا. كنسمع البيبان كيتحلوا ويتسدوا بوحدهم. حتى من الباب ديال الماريو اللي كان عندنا في البيت انا وجدة كنت كنشوفو كيتحل وكيتسد بوحدو. كنت شاهده على هادشي وكنشوف فيه ولكن ما قادره نقول لجدة والو حيت غادا تبقى تسولني. ولا عرفات بلي كنت مخبيه عليها هاد الشهور كامله غادا تقلق عليا. تصوروا معايا كنت كنشوف شي خيالات هاكا داخلين خارجين علينا للبيت ما كنقدر لا نغوت لا نهضر. كل مره كنشوف واحد في شكل. واحد المره ملي كنت ناعسه انا نشوف واحد الحلمه اللي هزاتني وخلاتني مخلوعه. قلبي كان غيوقف. حلمت براسي في واحد المقبره مجليه وكنجري بوحدي بحال الحمقى وشي وحده تابعاني من اللور. ما قدرتش نشوف وجهها. في واحد اللحظه تعكلت وطحت في واحد القبر تخشيت فيه وما بقيتش قادره نتحرك. جات هي وقفات عليا وبدات كترد عليا التراب. جبدات شي حاجه من فمها ولا حتى عليا وهي تقول لي قولي الحق قولي الحق. قالتها 3 ديال المرات. في ديك اللحظه ضرباتني الفيقه وانا قلبي غيسكت كلي عرقانه وكنهج. جده فاقت بيا وقالت لي مالك بنتي انا حاسه بشي حاجه كدور في هاد الدار وانا ما سايقالاش الخبار. بقيت كنبكي وكنقول لها غير سمحي لي يا جده انا مخبي عليك شي حاجه. قالت لي قول لي شنو كاين. بديت كنبكي وكنقول لها جده انا غنقول لك الصراحه راه الوالده كانت خدامه مع واحد المشعوذه وكتدفن دوك الاعمال ديالها مع الموتى كديرهم زعما في الكفن. كانت كتخلصها مزيان ولكن انا مبقيتش قادر على هاد الذنب. راه وليت كنحلم بيهم وحتى من امي راه كيشفتي حالتها كيف ولات. جدة تصدمات وبقات كتبكي وقالت لي حرام عليكم هذه خدمه شريفه وانتم وسختوها. كنا عايشين بخير ما خصنا خير. واش عمرنا بتنا بالجوع؟ عمر خصاتكم شي حاجه؟ اش دا هادشي مشعوذه ولا شي زمر؟ جدة ديك الساعه طاحت ليا بكريس بقات فيا بزاف. مشيت كنعيط على واحد مول الطاكسي ساكن حدانا هو اللي مسكين جا عاوني حتى هزيناها وديناها للسبيطار. خرج عندي الطبيب وقال لي راه كانت معصبه بزاف تكيسوا عليها شي نهار غيتقطع لها شي عرق. دخلت لعند جدة باش نشوفها كانت مدوره وجهها ما بغاتش تشوفني. بقيت كنبكي وكنقول لها عافاك لما سمحيلي. قالت لي سيري توبي انت وديك امك الا بغيتوني نسامح ليكم. قلت لها انا راه ما درت والو راه ديما كنت كنقول لها ما ديرش داكشي ولكن راك عارفه الوالده كتموت على الفلوس وديك المره زادت لعبات ليها بمخها. بدات الرحله ديالي ديك الايام وليت كندير الوالده باش تعالج عند الفقهاء والروقات. الاغلبيه كيقولوا لي بلي ما مقيوسه ما والو وبلي ما عرفوش هادشي اللي عندها. كيسولوني وكيقولوا لي الا كنت عارفه كدير شي حاجه
ولكن انا كنكر. ما نقدرش نقول لشي واحد داكشي اللي كدير الوالده، حيت كنت حشمانه منه وحشمانه حتى من راسي. وليت جالسه في الدار وخايفه، ديما كنترعد وطالقه القران. الوالده ولات ديما كتدخل وتخرج في الهضره، ما بقيتش كندي عليها. واللي زاد صدمني كتر، واحد النهار كنشم ريحه شي حاجه كتحرق ونط كنجري، لقيتها جالسه في البيت وجابده دوك الفلوس كامله وشعلات فيهم العافيه. مشيت انا كنجري، مشيت باغا نطفي داك الشيء، ولكن ما جيت فين نطفي حتى كانت الفلوس كلها تحرقات. الوالده في ديك اللحظه بحال صرفقتيها، عاد وعات بداك الشيء اللي دارت. بدات كتغوت عليا وكتقول لي انت اللي حرقتيهم. خرجتني من البيت وبدات كتنتف في راسها، الحما كله قمشاتو. الحاله ديالها كانت غاده وكتزيد تسوء، وانا عرفت باللي ما غنلقى لها حتى علاج، حتى من واحد الطبيب النفسي ديتها لعندو. ولكن ما عرفش الحاله ديالها، ما فهم والو. كان كيعطيني غير شي مهدئات نديرهم ليها باش ما تبقاش تغوت، كانوا مجهدين. يلا كنعطيهم ليها كتنعس في مره، ما كتفيق حتى للغد ليه. ولكن كنت كنقول حتى لين غتبقى في هاد الحال. انا دوك الايامات وليت ملتزمه بزاف ومقابله غير صلاتي، وكنت كنطلب من الله السماحه على داكشي اللي درت. واخا ما درتوش بطريقه مباشره، ولكن على الاقل كنت كنشوف داكشي وساكته عليه. من بعد طلبت من جده باش تسامحني. سولتني جده على شحال من مرة دارت لها الوالده داكشي. قلت لها حقا غير 3، ولكن في الحقيقه هما كانوا كتار. الا ما كانوا غيكونوا شي 15 ولا 16 المرة. تصوروا معايا حتى واحد البنت كانت باقا صغيره مسكينه، تكون يلا عندها شي 2 ولا 3 سنين، والوالده دفنات معاها السحور. ما كانش عندها الرحمه في قلبها. يمكن داكشي سبابو الوالد اللي مشى وخلانا. انا دابا ماشي كنبرر ليها داكشي اللي دارت، ولكن عذروني وحطوا راسكم في بلاصتي. كتبقى هذيك امي وكنحس بشي حاجه من جهتها، ولو غير الشفقه. والدها شدات الفراش وما بقاتش قادره تنوض، ولات جده مسكينه اللي كانت عيانه كتنوض وكتعاونني فيها. ما بقات كتاكل، ما بقات كتشرب، وديما في كل ليله ومع نفس الوقت كتنوض كتبقى تغوت. تصوروا معايا كنسمعوا الزديح ديال راسها من البيت، كتبقى تزدح راسها مع الحيط وكتبكي. الجيران ولاو كيتشكاو منا، وكنقول لهم ما عندي ما ندير. كنت كنسد عليها البيت وكنبعد عليها كاع دوك الادوات الحاده اللي تقدر تادي بهم راسها. حاولت نعالجها، كنت كنجيب الفقهاء حتى للدار، ولكن حتى شي حاجه ما قدرت فيها. فقنا واحد الصباح ومشينا لعندها. جالسه انا وجده كنبدلوا لها البيجامه ديالها، وجده قالت لي يا بنتي راه امك كتموت. قلت لها اش كتقولي يا جده؟ راه غير مريضه وغادا تنوض. قالت لي لا شوفي، انا شحال وانا خدامه في هادشي، وانا عارفه بلي بنتي دابا كتموت. الوالده ما كانتش معانا غير ساهيه، كنهضروا معاها ما كتجاوبش، وداك النهار بالضبط ماتت. ما نساش الشوفه ديالها والروح كتخرج منها. كانت بحال الا خايفه من شي حاجه، بحال شي حاجه عرفاها كتسناها وما باغاش تمشي لعندها. غسلناها انا وجده، والسر ديالها مات معاها، حيت ما قدرنا نقولوا لحتى شي واحد. وحتى الناس دابا اللي غيسمعوا هاد القصه ما عارفينيش شكون انا. داكشي علاش قادره نعاود فرحتي واخا نرتاح غير شويه. من مورا موت الوالده تحولنا انا وجده من ديك الدار، وجده سبحان الله بحال الا صحاحت وكتب لها عمر جديد، ولات كتقدر تنوض ورجعت للمهنه ديالها اللي هي تغسيل الاموات. انا كنقول لها ما نقدرش نمشي معاك. خدمت في واحد الشركه، والحمد لله حتى لدابا باقا هزه جده وهزاني، وعايشين بخير انا وياها.